بقولك يا درش، انت ايه اكتر بروجكت جالك كان فعلا تحدي وقدرت تطلعه بشكل مختلف؟ بصي، سؤال حلو جدا. كان عندنا الفترة اللي فاتت بروجكت مع عميل كان عايز يصور بودكاست يحكي فيه قصته ونشأته وكفاحه لحد ما بقى صاحب بيزنس. بس العميل كان عنده طلب غريب شويه. العميل كان هدفه ان هو يبني بيرسونال براند. احنا اقترحنا عليه ان هو يصور بودكاست. اقترحنا عليه البودكاست لسببين: السبب الاول الانتشار، ان الكلام بيطلع فيه مرتجل ومن القلب وبيوصل للناس بسرعه. السبب الثاني تكلفه التصوير، ان الحلقه الواحده بيطلع منها اكتر من ريلز واكتر من لونج فيديوز، فبتغرق السوشيال ميديا لشهر. فبالتالي احنا وفرنا عليه ان هو يصور اكتر من مره. واحنا مش بنسيب العميل يتكلم وخلاص، ده احنا صممنا له سكريبت احترافي PDF فيه عدد من الحلقات متقسمه ومترتبه السلايدز بالاسئله علشان العميل يعرف يتكلم بشكل طبيعي قدام الكاميرا. وزي ما انت شايف كده، ده PDF قدامك. الشرط الغريب بقى اللي كان عند العميل ان هو مش عايز محاور يظهر معاه بوشه قدام الكاميرا ويحاوره، ولا ان هو عايز يبقى الموضوع ممل وبيزك وحد من ورا الكاميرا يساله وهو يجاوب. هو عايز يبقى البطل بس بطريقه كرياتيف. ومن هنا بقى قعدت ادور وابحث علشان نخلق روح في الحلقه من غير ما نكسر رغبه العميل. خلقنا الكاركتر اللي يحاوره ويتفاعل معاه قدام الكاميرا وفي نفس الوقت ما يظهرش بوشه. قعدت اتشات مع الذكاء الاصطناعي ان احنا ازاي هنطلع الكاركتر ده وازاي هنصوره وازاي هنوزع الاضاءه بطريقه توصل للمشاهد اللي احنا عايزينه. من هنا بقى خلقنا الكاركتر اللي يظهر معاه ويتفاعل معاه وما يظهرش بوشه. وزعنا الإضاءة بالطريقة اللي توصل للمشاهد المعنى اللي احنا عايزينه، والنتيجة كان فيلم وثائقي في بودكاست. العميل انبهر في الاوتبوت النهائي. لو عايز تعرف صورنا ازاي، وزعنا الإضاءة ازاي، والكاركتر ظهر ازاي وتفاعل مع العميل في الحلقة، وكمان منتجنا ازاي، تابعنا في بارت 2. ده كان شوت قهوة بعرس الدرش. تابعنا واستنى الشوت الجاي.